السلام عليكم خوتي خواتاتي ومرحبا بكم عندي في القناه. نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وفي تمام الصحه والعافيه يا رب. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذا لو كيك هذا بالتفاح، بما انه وقيته ديال التفاح علاش اللي ما نستغلوش بحال هكذا. كيجي زوين من هانيت نوعوا من الكيك العادي اللي كنصاوبوا لوليداتنا دابا مع المدرسه، وفي نفس الوقت دغيا كيوجد ما كياخذش بزاف د الوقت ولا بزاف ديال المقادير. فبقاو معايا ندوزوا المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت باش ما نطول لا عليكم ولا عليا الفيديو. مرحبا بك. فبالنسبه للمقادير ان شاء الله راهم بساط بزاف. غادي ناخذ واحد لو بول غادي نديروا فيه قبيصه ديال الملحه، جوج ديال البيضات، كاس ديال ياغورت فاني، وداك الكاس ديال ياغورت هو نفسه غادي نعبر به كاس ديال الزيت، ثم كاس ديال سنيده. غادي ندير كلشي في دقه واحده في خطره واحده في لوبول، عاد غادي نخلط مزيان حتى تجانس العناصر مزيان وديك الساعه غادي ندوزو باش غادي نضيفوا الدقيق اللي حتى هو بالكاس ديال ياغورت هو باش غادي نعبرو، وغادي نعبرو جوج ديال الكيسان ونص بالضبط ديال الدقيق، ما كاملاش رابعه قل واحد شويه. غادي نخوي الكاس الاول ثم الكاس الثاني ونص كاس، وغادي نضيف كذلك جوج ديال الخمالات، وغادي نخلط مزيان غادي نضربهم مزيان. الخليط مهم انه يكون ثقيل شي شويه، لانه الا كان خفيف بزاف غادي تغطس لنا التفاح في الوسط وغادي تفيض لينا، فمن الاحسن الخليط يكون ثقيل مزيان. صافي غادي نخلطوه مزيان نطربوه، وغادي نخويه في واحد لومول يكون مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق. اختاروا المول اللي بغيتو دائري اولا مربع ولا اللي كان عندكم، انا اختاريت هذا. صافي غادي نخوي فيه العجين وغادي نحاول نوزعها مزيان، حيت قلت لكم انا الخليط راه خصو يكون ثقيل. غنحاول نوزعها مزيان هكا كنضرب حتى يجي السطح متساوي، ومن بعد غادي ندوز باش غادي نستفق من التفاح ديالنا. غادي نقطعوه شرائح رقيقه جدا باش يدخلوا طياب وما يجيناش معنزز في الماكله ديالو الا خلينا لي بيسور ديالو غليظه. غادي نديروه رقيق مزيان. صافي غادي ناخذ التفاح ديالي من بعد ما خويت الخليط، غادي نستف وحده على وحده، ما نخليش العجين تبان، وحده على وحده، اولا ما نخليش الفراغ ما بين كل شريحه ديال التفاح والشريحه الاخرى. ندير وحده على وحده حتى نكمل الدوره ديال المول كامله، عاوتاني نزي الوسط وندير الدوره الثانيه، وهكذا حتى نغطي العجين كامله وما نخليش فراغ ديال العجينه تبان ليا. صافي بهكذا كملت الدوره على الخليط بالتفاح كامله كيف كتشوفوا. غادي ندوز باش غادي ندير الخليط اللي غادي نرشو من الفوق ديال التفاح. هنا انا احتاجيت ساشي ديال فاني، غندير واحد المعلقه كبيره ديال سنيده، نص معلقه صغيره او 4 معالق صغيره على حسب ذوق كل واحد ديال القرفه. غادي نخلطهم مزيان وهما اللي غنرش على التفاح من الفوق مزيان. القرفه كتجي زوينه مع التفاح، وكذلك ديك الريحه ديال الفاني والقرفه فاش كتبدا طيب يا سلام. كنتمنى تجربوا هذا الكيك كيجي غزال. وهنا نبغي نزيدكم اقتراح اخر، هنا بامكانكم، انا ما كانش عندي، بامكانكم تزيدوا الزبيب من فوق التفاح، ولكن ماشي كتير، غير هكا تغرسوا حبيبات هكا باش يجي مزوق ويجي زوين ويجي عاطي مناظر. مي سينون تكتفيو بها حتى بحال هكا، راه كتجي زوينه خفيفه وما كتاخذش لا بزاف د الوقت ولا بزاف ديال المقادير، ونستافدوا من التفاح اللي هذا وقته. فكنتمنى تجربوها. صافي هنا من بعد ما خرجتها من الفران، شوفوا التحميره هنا من تحت كيفاش جات. غادي نقلبها على الجهه الفوقانيه. هنا نصيحه اللي نقدر نعطيكم، لقيت اللي تكون كطيب الا لاحظتوا ولا الا بانت لكم العجينه تقدر تفيض والتفاح غادي تغرس، شعلوا الفوق، شعلوا العافيه من الفوق ونقصوها وخليوها تكمل طياب بشويه عليها. انتما كيف ما كتشوفوا الكيك ما كيجيش غليظ بزاف، التفاح مقطع دي طرونش رقيقين باش يدخلهم طياب. كنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم وبصحه وراحه مسبقا. كيف ما كنتمنى تشاركوني تعليقكم المحفزه واشتراك القناه باش يوصلكم كل جديد، لايك وبارطاج مع الحباب والصحاب. نلقاكم في الفيديو المقبل ان شاء الله بالهنا والراحه ان شاء الله. السلام عليكم.